طيب الله أوقاتكم بكل خير. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، معكم فيها شهاب الرأي والمستهل بأهم وأبرز العناوين. فتح معبر أم حجر حمراء الحدودي البري رسميا. برامج ثقافية بمناسبة عيد الميلاد المجيد في جوبا. زيارات تفقدية إلى المناطق التنموية. مدمرة أمريكية في بحر الصين بالتزامن مع محادثات تجارية. طالبان تقتحم مواقع أمنية في غرب أفغانستان. ونشر قوات الجيش في مدينة فورتاليزا البرازيلية. مرحبا بكم. افتتح فخامة الرئيس السياس أفورقي ورئيس وزراء حكومة اثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الدكتور أبي أحمد أمس السابع من يناير 2019 افتتح معبر أم حجر حمراء الحدودي البري الذي يربط بين إريتريا وإثيوبيا. وقد وصل رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد إلى إريتريا صباح أمس للمشاركة في حفل الافتتاح. وشارك في مراسم الافتتاح التي جرت في منطقة أم حجر وشهدت عزف السلام الوطني الإريتري والأثيوبي. شارك كل من في الجانب الإريتري معالي وزير الشؤون الخارجية الإريترية السيد عثمان صالح، ومستشار فخامة الرئيس السياس أفورقي السيد يماني جبرآب، وقائد القيادة الغربية العميد تخلي كفلي، ومن الجانب الإثيوبي رئيس إقليم الأمهرة السيد جدو أندرغاتشو، ونائب رئيس إقليم التجراي الدكتور دبرتسين جبر ميكائيل، وقائد هيئة الأركان للجيش الأثيوبي الفريق سعر مقلد. ويمثل فتح معبر أم حجر حمراء الحدودي البري استمرارا لافتتاح المعابر الحدودية الثلاثة الذي تم قبل 3 أشهر في إطار إعلان السلام والتعاون الموقع في 9 من يوليو لعام 2018. يذكر بأنه تم فتح معابر دبايسيما بوري وسرحة زلمبسة والدخالة راما الحدودية البرية في 11 من سبتمبر عام 2018 بشكل رسمي. وقد هيأت المعابر التي تم فتحها حتى الآن الأرضية المناسبة لتسهيل حركة مواطني الدولتين والبضائع من وإلى البلدين، وتوجد تفاصيل تنفيذها قيد العمل. نظم برنامج ثقافي في جوبا عاصمة جنوب السودان، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد بالتعاون بين وزارة الإعلام والسفارة الإريترية بجنوب السودان والجالية الإريترية بالجمهورية تحت شعار النصر للسلام والشراكة المستدامة في القرن الأفريقي. وحضر المناسبة كبار المسؤولين في حكومة جنوب السودان يتقدمهم النائب الأول للرئيس الفريق تعبان دينغ وأعضاء السلك الدبلوماسي، بالإضافة إلى أعضاء الجالية الإثيوبية في جنوب السودان. وألقى سفير إريتريا في جنوب السودان السيد مهندس تخلي ميكائيل كلمة أوضح فيها أن الاحتفال يعتبر الاحتفال الأول للعام الجديد وعيد الميلاد بعد توقيع اتفاقية إعلان السلام والصلاة بين إريتريا وإثيوبيا في 9 من يوليو لعام 2018 في العاصمة أسمرة، والذي بشر بولادة عهد جديد للسلام والتكاتف في إقليمنا، بالإضافة إلى رفع الحظر الجائر المفروض على إريتريا عبر أكاذيب ملفقة، حيث زف الاتفاق بشرى قرن للشعبين الإريتري والأثيوبي وعامة شعوب الجيران والمنطقة والعالم أجمع. وقال سعادة السفير يوهانس إن منطقتنا كانت قد عانت خلال 80 عاما مضت من تدخلات القوى الخارجية والحروب والهجرات والتشريد، إلا أنها الآن تهب فيها نسائم عهد جديد للسلام، مشيرا إلى أن الحفاظ وتقوية المرحلة المبشرة من مسؤولية كافة شعوب المنطقة، وخاصة الشعبين الإريتري والأثيوبي المتأهبين لتعويض الفرص المهدرة خلال 20 عاما مضت. في الختام أشار السفير يوهانس إلى أن الإريتريين في جنوب السودان قاموا ولا زالوا يقومون بتقديم كل ما يطلب منهم لإنجاح برامج التصدي والتنمية الوطنيين، متحدين كافة التحديات ومعززين تلاحمهم وترابطهم، وأن عكس هذا الاحتفال الابتهاجي استمرارا لتلك الأنشطة. وعبر عن امتنانه وتقديره باسم السفارة الإريترية في جنوب السودان للذين ساهموا لإنجاح هذا البرنامج من أعضاء الجالية ولجنة التحرير.
وفي الكلمة التي ألقاها النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان الفريق تعبان دينغ، أوضح فيها متانة العلاقات بين الشعبين الإرثي والجنوب السوداني منذ فترة النضال التحرري، مشيرا إلى تبرر تأثير السلام المرسى بين إريتريا وأثيوبيا في المنطقة، والذي فتح آفاقا جديدة للسلام والتعاون والشراكة لكافة الشعوب ودول منطقة شرق أفريقيا. وقد حيت المناسبة الفرقة الفنية التي قدمت من إريتريا. صرحت المناضلات القدامى اللائي نظمن زيارة جماعية بأن تفقد المناطق التنموية إضافة إلى التعرف على البرامج التنموية الجارية تضفي قوة وطاقة لمزيد من العمل الفعال. وزارت المناضلات القدامى المنضويات تحت جمعية اللاناركي والبالغ عددهن 60 من مديرية جندع إلى الخزانات الكبيرة المشيدة في مديرية دباروة والأنشطة الزراعية، حيث قدم لهن توضيحا عبر الجهات المعنية. وقد تفقدت المناضلات سدي لوغو ومسلام الاستراتيجيين والأنشطة الزراعية النامية في مناطق حلحلي وتربية الماشية. وأوضح عضو مؤسسة المواشي والغلال فرع حلحلي الشاب جمع عبد الله عن تسيير أعمال بنى تحتية كبيرة لتربية أبقار الألبان واللحوم في حلحلي، مشيرا إلى أنهم يعملون في إعداد أماكن زراعية واسعة لرعاية 900 بقرة حلوب أتت حديثا من الخارج. من جانبه قال المهندس برهاني بياني إن سد مسلام الذي شيد بالتنسيق بين شركة سجن للإنشاءات وغيرها من المؤسسات الداعمة والشعب وأعضاء قوات الدفاع الإريترية يحجز في الوقت الحالي حوالي 40 مليون متر مكعب من المياه، مشيرا إلى أن الهدف من بناء السد هو لضمان مياه الشرب للأماكن المجاورة وتسيير أنشطة زراعية، حيث بدأ إنشاء خزانات المياه في الأماكن المرتفعة ولا زالت تجري مد أنابيب المياه وإنشاء أجهزة الطاقة الشمسية. أوضح بأن حملات التوعية المنتظمة لتنمية محتوى بنك الدم في القاش باركة حققت نتائج جيدة. وأوضح رئيس فرع جمعية التبرع الطوعي للدم السيد قبر مسك الأمباي عن إجراء حملات توعية مكثفة في العام 2018، وذلك لتعزيز كمية الدم المتبرع به وخاصة التبرع الطوعي، مشيرا إلى أن التبرع الطوعي الذي بدأ به الموظفون في المؤسسات الحكومية وغيرهم من المواطنين خير دليل على ثقافة التبرع الطوعي بالدم. وأشار المتبرعون إلى أن المبادرة المتخذة هي استمرار للتبرع الطوعي المتنامي في مختلف المناطق، مؤكدين بأن إنقاذ الحياة التي لا تعوض بالدم يتعوض مسؤولية وطنية لكل مواطن. مشاهدينا، فاصل ثم الأنباء على الصعيد العالمي. مرحبا بكم. أبحرت مدمرة أمريكية قرب جزر براسيل المتنازع عليها والتي تقع في بحر الصين الجنوبي، وتزعم بكين السيادة عليها، فيما التقى مسؤولون أمريكيون بنظرائهم في الصين لإجراء محادثات خلال هدنة في حرب تجارية شرسة بين البلدين. وقال المتحدث باسم الأسطول الأمريكي في المحيط الهادي ريتشيل ماكمار في بيان بالبريد الإلكتروني إن المدمرة ماكامبل نفذت عملية لحرية الملاحة وأبحرت على بعد 12 ميلا بحريا من سلسلة جزر براسيل للتصدي لمزاعم السيادة البحرية المبالغ فيها، مضيفا أن العملية لا تستهدف دولة بعينها ولا توجه رسالة سياسية. وقد صدر البيان في وقت تجري فيه محادثات تجارية بين الصين والولايات المتحدة في بكين، وهي أول جولة من المناقشات المباشرة بين البلدين منذ أن اتفقا على هدنة مدتها 90 يوما في حرب تجارية عكرت صفو الأسواق الدولية. وتزعم الصين سيادتها على كل بحر الصين الجنوبي تقريبا، وتنتقد الولايات المتحدة وحلفائها من وقت لآخر بسبب عمليات حرية الملاحة البحرية قرب الجزر التي تحتلها. أعلنت السلطات البرازيلية نشر المئات من قوات الجيش والشرطة الفيدرالية في مدينة فورتاليزا شمال البلاد للسيطرة على جرائم العنف والسرقة التي شهدتها المدينة على مدار أسبوع. وستنتشر القوات في دوريات بالمدينة إضافة إلى مناطق أخرى بولاية سيارة لوقف الهجمات على المحال التجارية والحافلات والمصارف. وقالت وزارة العدل البرازيلية إنها طلبت إرسال قوات الجيش إلى المدينة إثر وقوع عشرات الهجمات هذا الأسبوع.
وينظر إلى تلك الهجمات باعتبارها اعتراضا على تشديد الإجراءات المتبعة في السجون التي يسيطر عليها أو تسيطر عليها عصابات إجرامية. افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكبر مسجد وكنيسة في مصر في العاصمة الإدارية الجديدة عشية الاحتفال بعيد الميلاد في رسالة رمزية للتسامح بين الأديان. وقام الأقباط الذين يمثلون أكبر تجمع للمسيحيين في الشرق الأوسط في منتصف الليل قداسا في كاتدرائية ميلاد المسيح التي وصفتها الحكومة بأنها أكبر كنيسة في الشرق الأوسط، وذلك بعد ساعات من الافتتاح. وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الرسمي وجود شخصيات أجنبية رفيعة ومسؤولين يحيطون بالسيسي، بينهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو القيط. وقدمت فقرات ثقافية تحض على التعايش بين المسلمين والمسيحيين، فيما كان عرض بالألعاب النارية يضيء سماء المنطقة فوق المسجد والكنيسة. نهاية النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة.